تحرم علي الطلة ويحرم علي المشي بعد اليوم اللي ورفلة. غلطة غلطها شاب من الإعدادي لا يعرف التاريخ ولا هو إنساني. شباب طيش من وكالة البناني، بيت شعر انتشر وقصة مش معروفة، اللي هي قصة صارت بين الزنتاني والورفلي. والزنتاني كان اللي هو الشاعر معروف الجيلاني، وكان في زيارة لوادي زمزم، هو مروح في الطريق صارت معه مشكلة في الورفلة، وروح للزنتان وقال بيت شعر، قال يا جماعة الخير تحرم علي الطلة ويحرم علي المشي بعد اليوم اللي ورفلة. وشيء ما يصدق يا اخواني، في بن يريد يفتشوا الزنتاني، وحكى ما جرى له في القصة انه فتشه ويقول له يا شاب، يقول له يا طفل انت شنو جابك للوطن؟ يقول له انت الوطن ما يخش للبراني. فقعد يتناقشوا وياه، يقول له انتوا اخوة الجد، والولد قاعد مصر يفتش فيه وطلع منه مقرون وبهدله. وبعدها روح الزنتاني وقال القصة نتاعته كلها، واختمها بالبيت الاخير تحرم علي الطلة. ردوا عليه ورفلة قالوا لازم نقطعوا الملامه يلي صارت بين اخوة الجد هم والزنتان، ولازم يرطبوا القلوب. والشاعر الاول اللي هو الكيلاني قال له قصيدتك وصلتنا وتفتيشتك في بن وليد وجعتنا. وخارج عليه ردتنا وقال له غلطه غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ ولا هو انساني. شباب طيش من وكاله البناني، يعني وصفه بوصف انه شاب طيش راه وما تدوراشي وكذا. الجيلاني وصلت الابيات من الكيلاني وما ردش، وما زال زعلان في خاطره. ورد الشاعر الثاني اللي هو الريش، رد على الجيلاني وقال له قالوا مثل خبطات خيوطك وزعلان من كلامك وصوتك. وقال له محرم الطلة ما تعاود صوتك الزنتان ما ترضاها يا جيلاني. شوف شن قال له، محرم الطلة ما تعاود صوتك الزنتان ما ترضاها يا جيلاني. وقال له البيوت بيوتك استغفر العالي وابعد الشيطاني. وقال له وانت جيتك وزيارتك لاخوتك زي جية المطران للعطشاني، يعني وصف المطر يعني لما تنزل على مكان جاف. هذا الشاعر الثاني. وبرضه مع هذا كله ما ردش الجيلاني على ابيات. جاء الشاعر الثالث وقال له يا جيلاني رسائل واجدة وصلتك فيها كلام ورد على ابياتك. وقال له فيها ابيات شعرية واجدة وباهية رداتك من قجاه وعمك الريش والكيلاني. يتكلم على الشعراء الثلاثة اللي قبله، فقال له من قجاه وعمك الريش والكيلاني، وقال له نبي منها نسخ كان هي وصلتك ورد علي يا جيلاني. والجيلاني ما زال ما ردش، وقال القصة ما عادش بتكمل في الابيات الشعرية. فقال اخر حاجة دراها قالوا على ما اظن انه يعني يا حبسوه يا نفوه، هو الشخص الورفلي اللي فتش الزنتاني. وختموها ببيت الاخير وتسكرت القصة. والبيت الاخير اللي هو قال له عندك حق في الملامة، واللي غلطت معاك تم اعدامه. وقال له انسان غبي والسبح تحت قدامه منبوذ من بين خوته وقعد وحداني. وقال له بجاه القران والعلامه يقعد خديم يولد بين صواني، وبجاه الصيام ومن تم صيامه يقعد شاقي طول عمره يعاني. وقال له حتى الاعتذار ما نقبلوا كلامه كما اعتذر الروس للشيشاني. شوفوا انتم في الوصف البيت كيف كانت الروس للشيشاني، يعني لا قبلوا منه اعتذار ولا قبلوا منه اي حاجه. وتسكرت هنا البيت الشعريه اللي صارت بين الزنتان وورفله. فهذه الشعر كان من الزنتان الجيلاني ورد على ورفله، يلي كنا مش عارفين شو قصه شباب طيش من وكاله البناني. وانتم طيبين.